السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة كده مع بعض هنعمل بشاميل الفول ودقته السحرية اللي حيرت الكل، وأحلى طبق فول بجد ممكن تجربوه بالطريقة دي. نبدأ كده على طول ونشوف هنعمله مع بعض ازاي، بس يا ريت قبل ما نبدأ ادعميني كده بلايك حلو منك عشان الوصفة توصل لكل الناس. أول حاجة كده مع بعض هنعمل بشاميل الفول. معايا كده 5 معالق كبار من الدقيق، عليهم كده نص كوبايه من الطحينه الخام، نص كوبايه من الزيت النباتي. وبالنسبه للطحينه لو لاحظنا ان القوام خفيف معانا بنزود طحينه تاني، مفيش اي مشكله خالص. ونص فنجان من الخل، وهنزود دلوقتي كده عليهم كوبايه من الميه الدافيه، وعصير ليمونه كامله. الكميه اللي انا بعملها دي تقضي معاكي من اسبوع ل10 ايام. عايزه تقللي عن كده براحتك خالص، يعني ممكن تجربي في كميه قليله مفيش اي مشكله. وعصرت كده معايا ليمونه كامله. وهنضيف دلوقتي البهارات، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه من الشطه، والشطه هنا طبعا على حسب الرغبه، وفص توم واحد بس هنفرمه معانا بالشكل ده. وكده خلاص دي المقادير بتاعتنا. بالنسبه لكميه الملح اللي انا زودتها، طبعا انت بتقلبي وبتدوقي، لو حابه تزودي ملح تاني طبعا ده بيكون على حسب الذوق، مفيش اي مشكله خالص. انا بزود الاول كده كميه قليله، وطبعا احتجت بعد كده فزودت، وده طبعا على حسب الرغبه زي ما قلت لكم. بنقلب بقى الخليط كويس جدا بحيث ما يكونش فيه اي تكتلات. ولو لاحظت ان القوام خفيف معاكي زودي طحينه زي ما قلت لكم في البدايه. هنحتفظ بيه في ازازه بالشكل ده، بجيب واحط كده بقى الخليط بتاعي. وبالنسبه لصلاحيته زي ما قلت لكم في البدايه من اسبوع ل10 ايام، وبتحطيه في باب التلاجة مفيش اي مشكله خالص. وعايزه اقول لكم انت كمان لو عامله اي مشاوي، انا قدمته جنب فراخ مشويه برضو والله طعمه حلو جدا، كانك بتعملي سلطه الطحينه بالظبط. وبكده نكون حضرنا بشاميل الفول، مفيش بقى ابسط ولا اسهل من كده. هنبدا بقى نجهز دلوقتي كده مع بعض الدقه السحريه. اول حاجه كده معايا عايزه معلقه كبيره من الثوم، فهفرم كده معايا حوالي 10 فصوص من الثوم. وهضيف دلوقتي كده عليهم معلقه كبيره من هريسه الشطه لو متوفره عندك، ولو مش متوفره هتفرمي كده فلفل حامي معاك في الكبه. وهنضيف كده معانا معلقه كده صغيره من الشطه، معلقه صغيره من البابريكا، وعصير ليمون. عصرت كده معايا ليمونه كبيره، وهضيف كده معايا نص فنجان من الخل، وعليهم كده نص كوبايه من الميه. ونبدا بقى نقلب كده الخليط ده كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وهنبدا دلوقتي نعبيه كده معانا في ازازه. طريقه الحفظ هنحتفظ بيه في باب التلاجة، بيقعد معاك لحد 10 ايام. مفيش بقى احلى ولا اجمل من كده. دلوقتي هنبدا نحضر كده احلى طبق فول بجد ممكن تجربوه. معايا كده الفول، هحط كده عليه كده معلقتين كده من الدقه، وهنحط برده كده معانا من بشاميل الفول. طبعا لازم نرج الازازه كده كويس جدا بين ايدينا قبل ما نضيفه كده معانا على الفول، لان طبعا ممكن السوائل تطلع لفوق والطحينه والدقيق يترصدوا لتحت. فبنضيف كده معانا البشاميل بالشكل ده. وهنضيف برده كده معانا برده عصير ليمون، انا بحب الليمون زياده في الفول. وهتظبطي بقى طبعا الملح بتاعك في المرحله دي. بنبدا نقلب بقى الفول معانا بالشكل ده، ونظبط الملح، نشوف بقى طبعا محتاج ملح محتاج بهارات تانية. طبعا الفول انا مسخناه كويس جدا قبل ما احط عليه الاضافات اللي انتم شايفينها دي، وطبعا ممكن تسخنيه على النار بعد ما تحطي كل الاضافات. وبعد كده بنقدم بقى الطبق بتاعنا، بنحط فيه الفول ونزينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حطيت كده رشه من البشاميل ورشه كده من الدقه اللي احنا عملناها، وكمان رشه من الشطه ورشه من الكمون والزيت الحار. شايفين بقى الجمال؟ الله اكبر، احلى طبق فول بجد ممكن تجربوه. مفيش بقى احلى ولا اجمل من كده ما شاء الله. يعني ان شاء الله تجربوه، تقولوا رايكم في التعليقات يهمني جدا. بكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه باللايك والشير عشان الوصفه توصل لكل الناس. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.